أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. ده بيت الشعر المعروف للشاعر أبو الطيب المتنبي. الإنسان من بداية التاريخ ولحد النهاردة بيسعى لإيجاد طريقة يقدر ينقل بيها معرفته للأجيال الجديدة، مش بس عشان تسهل حياتهم وتنمي قدراتهم، لأ كمان عشان ما يجيش كل جيل يدور على حل المشكلات اللي الجيل اللي قبله واجهها وقدر يحلها، وكمان عشان يقدر يعتمد على المعرفة دي في تطوير نظريات ويقدر يكتسب خبرة ومعرفة أكتر يقدر من خلالها يطوع قدرات البيئة في خدمة البشرية. لكن مش معنى كده إن كل الكتب اللي بنقراها لازم ناخد كل اللي فيها كمسلمات. ربنا ادانا العقل عشان نقدر نفلتر هل اللي بنقراه ده حقيقي ومفيد فعلا ولا لأ. هل ممكن نعتمد على النظريات دي في استخدامات علمية، ونقدر نعتمد على رواية التاريخ ده في سردنا لأحداث الماضي ولا لأ؟ يعني ايه الكلام ده؟ هل فعلا ممكن يكون في كتب المعلومات اللي فيها ممكن تكون غلط أو تكون مضرة؟ كتير قوي يا صديقي. بالعكس، ده في كتب المعلومات اللي فيها ضرت البشرية أكتر من نفعتها، وده اللي خلى دول كتيرة تمنع طبع ونشر الكتب دي. في اللي كان بيكشف أسوأ الجوانب البشرية، وفي اللي وصل ضرره لدرجة خلت الدول تقرر خوفا من انتشاره إنها تحرق كل النسخ بتاعته. كوباية القهوة بتاعت كل مرة، ورقة وقلم وعد معايا أهم كتب ممنوعة من النشر في العالم. أنا أحمد طه، وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. الجاحظ قال في كتابه المشهور الحيوان عن وصف الكتب إن الكتاب هو الجليس الذي لا يطريق، والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك، والمستميح الذي لا يستثريك، والجار الذي لا يستنبطك، والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال لك بالكذب. الكتب كانت وما زالت هي مصدر المعرفة الأول والأقدم للإنسانية، وساعدت في تطوير تفكير البشر، وبتساعدهم على زيادة حصيلتهم من المعرفة، وكمان مواجهة التحديات وصعوبات الحياة، وبتوفر لهم إجابات لأسئلة بيسألها الإنسان لنفسه منذ القدم. مفيش حد يقدر ينكر مهما تطورت سبل وأشكال المعرفة، بيفضل الكتاب بشكله التقليدي المفضل عند فئة كبيرة جدا من الناس. بالعكس، عدد كبير من الكتب أثرت في تاريخ البشرية، وكنا اتكلمنا عن الكتب دي بالتفصيل في حلقة اليوم العالمي للكتاب، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في المصادر. لكن زي ما كان في كتب مفيدة وأثرت في التاريخ البشري وساهمت في تطوره، في كتب تانية شكلت خطر على البشرية سواء في أفكارها أو في استخدامها، وده اللي خلى دول كتير تمنع نشرها وتجرم تداولها وتوصل حتى إنها تحرقها. وفي كمان كتب معينة قررت إنها تعرضها في أماكن خاصة عشان تعرف الناس بمدى شرورها وتحمي الناس منها، نظرا للأفكار المضرة والهدامة اللي بتحتويها، سواء بقى بتناقش مشاكل سياسية أو اجتماعية أو عنصرية، أو حتى كتب بتشجع على العنف والتطرف وممكن توصل البشر حتى للموت. النهاردة هكلمك عن أخطر كتب محظورة في التاريخ، وخلينا نبدأ برواية معظمنا ممكن يكون سمع عنها، وهي رواية أولاد حارتنا، اللي بتعتبر من أكتر الروايات اللي أثارت الجدل للكاتب المصري نجيب محفوظ، أول عربي ياخد جايزة نوبل في الأدب. في سنة 1959 بدأت صحيفة الأهرام بنشر رواية أولاد حارتنا بشكل متسلسل، ووقف نشرها في نفس السنة بسبب اعتراضات كتير، وده لأن في ناس شافت إن محتوياتها بتمس الذات الإلهية، وعشان كده ما قدرش نجيب محفوظ ينشر الرواية في مصر بسبب رفض الأزهر ليها، فنشرتها دار الآداب اللبنانية سنة 1962، ومنعت من دخول مصر إلا من خلال نسخ مهربة. وبعد سنين طويلة وبسبب الرواية نفسها برضه، قرر شابين مصريين سنة 1992 قتل نجيب محفوظ من خلال طعنه في رقبته، لكن عملية الاغتيال فشلت وأعدم الشابين برغم رفض نجيب محفوظ نفسه. ومنها نروح لرواية تانية، وهي رواية شفرة دافنشي لدان براون المشهورة والمثيرة للجدل، اللي اتباع منها حوالين العالم أكتر من 80 مليون نسخة واترجمت ل50 لغة. تم حظرها بعض الوقت في دول زي لبنان والأردن ومصر وإيران وباكستان والفاتيكان سنة 2003 بقرار مجالس الكنائس، وده لتصوير الكاتب دان براون الجانب الإنساني لحياة المسيح وتناوله لعلاقته بالسيدة مريم بطريقة بتخالف المذكورة في الإنجيل، وتعرضه لخلافات حول المسيحية القديمة اللي اعتبرها كتير جدا هجوم على الديانة المسيحية. ورغم النجاح ده، إلا أنه تم مصادرة الفيلم اللي قدمه توم هانكس واللي مقتبس برضه من الرواية، وعرض لأول مرة بمهرجان كان السينمائي سنة 2006. وبالرغم من الحظر ده، تصدرت الرواية قائمة الروايات الأكثر مبيعا طبقا لصحيفة نيويورك تايمز لسنين،
طب تعرف إن في رواية كانت هتتسبب في كارثة بيئية؟ طبقا للبي بي سي العربية، رواية مفك المفترس لبيتر بينشلي اللي صدرت سنة 1974 واللي بتحكي قصة سمكة قرش أبيض ورحلة 3 رجالة للقضاء عليها. الرواية مقتبسة من أحداث حقيقية حصلت سنة 1916 على سواحل نيوجيرسي، ففيها قامت سمكة قرش بمهاجمة 4 أشخاص وقتلهم على مدار 12 يوم. نجحت الرواية دي نجاح كبير وتم اقتباس وتحويل أحداث الرواية لفيلم من قبل المخرج ستيفن سبيلبرغ سنة 1975 واللي ركز فيها على سمكة القرش باعتبارها من الأسماك الأكثر خطورة على البشر وخصوصا الصيادين، وده تسبب بتنظيم مسابقات على السواحل الأمريكية لقتل القروش والانتقام منها باعتبارها مخلوقات شريرة وخطيرة. وطبعا ده اتسبب في صيد وقتل عدد كبير منها رغم تأكيد العلماء إنها ما بتستهدفش البشر إلا قليل وبالغلط كمان. المسابقات دي أدت لانخفاض مهول في أعداد القروش بنسبة ما بين 50 ل 90%، وده اللي خلى الحكومة تتدخل عشان ما يحصلش كارثة بيئية تأثر على الحياة البحرية بالكامل. وفي روايات تانية منعت لأسباب سياسية، واللي منها رواية عناقيد الغضب اللي بيحكي فيها الكاتب الأمريكي جون ستاينباك في روايته الصادرة سنة 1939، واللي تعتبر الرواية الأكثر واقعية وقسوة في وصف الفقر والمآسي المرتبطة بيه، وبتعايش طبقة المعدمين وبتبين مشكلة الطبقية اللي كانت منتشرة في المجتمع الأمريكي. تحولت الرواية سنة 1940 لفيلم بيحمل نفس الاسم وقام ببطولة الممثل الأمريكي هنري فوندا. بتوصف الرواية حال المجتمع الأمريكي بعد فترة الكساد الاقتصادي الكبير اللي حصل في ثلاثينيات القرن العشرين وتوابع الكساد الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للفقر. وبسبب واقعية الرواية الشديدة ووصفها الدقيق لمدى الفقر اللي عاش فيه ملايين من الأمريكان خلال فترة الكساد، تم منع الرواية في الولايات المتحدة سنة 1939. وصل الأمر إن هم يحرقوا الرواية بشكل علني على إيد العمال اللي كانت الرواية بتدافع عنهم وبتوصف واقعهم. ورواية تانية زي رواية مزرعة الحيوان اللي تعتبر من أشهر الروايات السياسية وأكثرها إثارة للجدل في التاريخ، كتبها جورج أورويل بين نوفمبر سنة 1943 وفبراير 1944، وأصدر ستالين قرار بمصادرة الرواية من وقت نشرها سنة 1950. الرواية تعتبر إسقاط على الثورات اللي ممكن فيها تحل ديكتاتورية محل أخرى، وهي إسقاط بشكل غير مباشر على الثورة البلشفية بروسيا والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وخصوصا تحت حكم ستالين. واختارتها مجلة تايم كواحدة من أفضل 100 رواية باللغة الإنجليزية في الفترة ما بين 1923 ل 2005، وكان ترتيبها ل 31 في قائمة مودرن لايبراري لأفضل روايات القرن العشرين، وفازت بجائزة هيوجو سنة 1996. وكتاب تاني يعتبر من أخطر الكتب وهو كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، فطبقا لموقع اليوم السابع يعتبر واحد من أخطر الكتب السياسية وبيحتوي على خطط وأهداف غريبة وسرية لليهود عشان يقدروا يسيطروا ويتمكنوا من مختلف أجزاء العالم ويدمروا الدول عن طريق مخططات شيطانية معادية للسامية اللي بيدعوا إنهم بيتبعوه. وتم نشر الكتاب ده للمرة الأولى سنة 1903 وتم ترجمته لأكتر من لغة، وبيتكلم الكتاب كمان عن تاريخ اليهود وعن ديانتهم. ويقال إن بعد قرايته بتدرك إن كل الحروب اللي بتحصل في العالم مدبرة منذ القدم وبتحصل لخدمة المخططات الصهيونية. كتاب تاني ويعتبر من أهم الكتب اللي بتمثل خطر على البشر وهو كتاب الموت الرحيم للكاتب جيمس هاردن، لأن الكاتب بيذكر بالتفصيل العديد من أنواع وطرق الانتحار عن طريق أكتر من 90 نوع من السموم اللي يمكن يتم الانتحار بيها بسهولة وكمان طرق صناعتها. الكتاب ده بيرسخ فكرة الانتحار وبيتكلم عن فكرة تنازل الإنسان عن حقه في الحياة، وبيناقش مشكلة حساسة جدا خصوصا عند الشباب اللي بيعاني من الاكتئاب وتسبب فعلا في انتحار عدد كبير من الأشخاص، الأمر اللي أدى لحظر تداول الكتاب ده في كل أنحاء العالم تقريبا. وكتاب تاني زي كتاب الجامعة اللي يعتبر من أخطر الكتب المحرضة على القتل والانتحار. صاحب الكتاب هو الروائي الأمريكي جون فاولز واللي ألفه سنة 1964، وبيحكي من خلاله قصة مأساوية لشاب بيعاني من الوحدة وبيكره البشر وكان بيهوى جمع الفراشات عشان تؤنس وحدته. وفي يوم قرر يخطف شابة ويحبسها في كوخ بعيد، لكن في يوم حاولت الشابة دي الهروب من الكوخ وده اللي تسبب في وفاتها، لكن الشاب قرر يحتفظ بجثتها ضمن مجموعة الفنية الخاصة من الفراشات. خطورة الكتاب ده بترجع لأن كتير من المجرمين تأثروا بيه ولقوا نسخ من الرواية دي معاهم وقت القبض عليها. المجرمين دول حاولوا تقليد محتواها فقاموا باختطاف وتعذيب بنات كتير لدرجة الموت، واللي كان أشهرهم سفاح جزار كانساس وويد كانستر.
ولو هنتكلم عن أشهر الكتب المحظورة أكيد مش هننسى كتاب شمس المعارف الكبرى أو المعروف بشمس المعارف ولطائف العوارف من تأليف أحمد بن علي البوني في القرن ال13 الميلادي، واللي يعتبر من أخطر كتب السحر، اللي بيتضمن 600 صفحة بيتكلم عن طرق استحضار وتسخير ملوك الجن وأسمائهم وطرق تحضير الوصفات الخطيرة اللي بتستخدم في مجال السحر. وعشان كده بيعتبر من الكتب المحرم تداولها وقرايتها وطباعتها على مستوى العالم كله. كتاب تاني زي كتاب الظلال من جدران الموتى من تأليف الكاتب الأمريكي روبرت سي كيتزي سنة 1863. الكتاب فاضي تماما من السطور والكلمات، مفيش جواه غير شوية ورق جدران، وكل اللي بيلمس الكتاب ده بيموت في الحال. أكيد طبعا فاكر إن الكلام ده مجرد كلام تخاريف ومش منطقي، لكن المفاجأة إنه حقيقي، لأن صاحب الكتاب استغل خبرته في مجال الكيمياء وحط مادة الزرنيخ على كل صفحات الكتاب، وده اللي بيخلي أي حد يلمس الكتاب أو يستنشق المادة دي يموت فورا. الكتاب ده موجود ضمن كتب مكتبة ميشيغان وتحت حراسة مشددة، وبيمنع تماما الاقتراب منه أو لمسه إلا في حالة اتخاذ إجراءات معينة للحماية زي لبس القناع الواقي والقفازات. ومفيش من الكتاب ده في العالم كله غير نسختين بس. كتاب تاني زي كتاب العزيف أو النكرونومكس، وهو كتاب خيالي ذكره الكاتب الأمريكي المختص في كتب الرعب لافكرافت في عدد من كتبه، وبيرجع أصل تأليف الكتاب ده على حسب قوله لليمني عبد الله الحضرد أو اللي كان بيعرف بالعربي المجنون. المعروف إن كتب السحر بتستخدم علم الفلك والتنجيم لمعرفة المستقبل، ده طبعا حسب كلامهم، واللي بيعتبر كتاب نوستراداموس أشهرها. كتاب العزيف بقى بيتكلم عن الكائنات القديمة والمخلوقات اللي سكنت الأرض قبل الإنسان، إن كان بقى من الجن أو الشياطين، تاريخهم وكيفية الاتصال بيهم، وجواه كتير من التعويذ السحرية والطلاسم ورسوم للجن والمخلوقات الغريبة اللي عاشت قبل الإنسان وطرق استحضارها من قبل السحرة. وفي رواية بتقول إن الكتاب غلافه وصفحاته مصنوعة من جلد البشر ومحتواه مكتوب بالدم بدل من الحبر. ولو لسه هنتكلم في الكتب المحظورة عشان محتواها اللي بيتكلم عن السحر، فلازم أكيد هنتكلم عن كتاب مطرقة الساحرات من تأليف رجل الدين الكاثوليكي الألماني هنريش كريمر، اللي ألفه سنة 1486 ونشر لأول مرة في ألمانيا سنة 1487. الكتاب بيتكلم عن موضوع محاكمة الساحرات اللي كانت بتتم في القرون الوسطى، وهدفه دحض الحجج اللي كانت بتقول إن السحر مش موجود ومهاجمة المشككين فيه. وبيعتبر الكاتب إن أغلب السحرة من النساء، والاعتقاد ده اتسبب في اتهام عدد كبير منهم بممارسة السحر، وخلى محاكم التفتيش الخاصة بالسحر تعدم عدد كبير منهم، واللي وصل لتقريبا 40,000 شخص أغلبهم من النساء. الكتاب كمان بيقدم معلومات تاريخية عن المتعاملين مع السحر وعلاقة المرأة بالسحر وأصول النظام القانوني المستخدم في المحاكمات وادعاء الكنيسة إن السحر من عمل الشيطان. وهو من أخطر الكتب اللي بتشجع على قتل المرأة وتعذيبها بطرق وحشية. الكاتب أنيس منصور قال: إذا كنت تصدق كل ما تقرأ لا تقرأ. القراية غذاء مهم للعقل والروح، وبتخلي الإنسان قادر على التفكير المنطقي والسليم في كل موقف بيتعرض له، وبتساعده يتعامل معاه بعقل وبحكمة. الفضول في العلم مطلوب لكن بمقدار، فالفضول أحيانا يقتل صاحبه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للحلقة عشان تساعدنا نوصل المعلومات دي لأكبر عدد منهم. ويا ريت كمان لو تسمع الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات الجديدة، وتنزل تبص على المصادر لو بتتابعني على منصات البودكاست. أما لو بتتابعني على اليوتيوب يا ريت تعمل اشتراك قناة. أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.